صباح او مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم دياب. قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ونفتح لايف كل يوم. النهارده حكايه تانية وروايه في الدوري الاسباني، بس هبدا الحلقه بمثل مصري بيقول اللي عرسه بطحه بيحاسس عليها. ايوه والله بيحاسس عليها. ده حال برشلونه واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني. طيب لو جينا شفنا وضعيه برشلونه في الدوري، بيقول لك احنا فوق بس خايفين ننزل. يا جماعه خايف ينزل؟ ده في اتنين مستنيين له تحت. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. تمام. لو جينا بصينا على اتلتيكو مدريد هل يقول لك ايه؟ احنا جنبكم ومستني لكم غلطه. لا، وكمان مش هو لوحده والله، ده مع ريال مدريد كمان مستني لبرشلونه على غلطه، او مستني الاثنين على غلطه. يعني انا وراهم لحد ما ادخلهم الغشه. ريال مدريد قاعد مستني الاثنين، مش مستني فريق واحد بس. تمام. وعايز الفريق يتعادل. يعني الماتش اللي جاي يوم السبت ده مش ماتش عادي، لا مش مجرد ماتش، ده حرب كرويه ناريه. وشاركونا توقعاتكم في الكومنتات على ارض برشلونه وسط جمهوره. لو جينا بصينا على ترتيب الدوري هنلاقي، تعال نبص على الثلاث فرق. طب ايه اللي دخل الريال في الماتش؟ هقول لك الريال ايه اللي دخله في الماتش. اول حاجه لو جينا بصينا على المركز الاول هنلاقي برشلونه بالمركز الاول ب 38 نقطه بس من 18 ماتش. حلو الكلام؟ طيب لو جينا بصينا على اتلتيكو مدريد هنلاقوه 38 نقطه من 17 ماتش. ايه ده يا احمد؟ من 17 ماتش، عنده ماتش متاجل. طيب حلو، تعال نبص على ريال مدريد في المركز الثالث هنلاقوه ب 37 نقطه بس من 17 ماتش. يعني لو جينا كده حكمنا ان كده في فرق نقطه بينهم حاليا. والريال النهارده هو زي المتفرج، وهندخل يعني ايه واللي هو ايه قال ايه انا مستنيهم اللي هو على الهادي يا زبادي، وهما الاثنين يتعادلوا كده واحنا نطلع كده ايه نكسب ونطلع مكانهم. ده الحال بتاع ريال مدريد. طيب لو جينا عملنا زي مقارنه بسيطه، لو بصينا على برشلونه فريق جمهور بيقول ايه؟ احنا المتصدرين، في خطر بس احنا المتصدرين. بس اتلتيكو مدريد اكيد جاي الماتش ده مش جاي عشان يخسر او جاي يتعادل، لا ده اتلتيكو مدريد جاي على فوز علشان يثبت حاجه واحده، ان انا منافس على اللقب ده زيك زي الريال. زي ما انت بتنافس والريال بينافس انا بنافس معاك. وعايز اتكلم في نقطه مهمه برضو، ان اللي خلى اتلتيكو مدريد في الوضعيه دي هي برشلونه وريال مدريد. انت بتتكلم جد؟ والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. هتقول لي ازاي يا احمد؟ اقول لك ان الفرقتين كانوا كان بينافسوا مع بعض وكانوا بعاد عن اتلتيكو مدريد خالص، انما في تعثرات حصلت، الفريقين بقوا يتعثروا اخر فتره، فده سمح لاتلتيكو مدريد انه ينافس على اللقب معاهم، لقب الليجا. وهو من الدوري ده مش هينتهي بسهوله، وخدوا مني الكلام، الدوري ده هيبدا ينتهي في اواخره، لان الثلاث فرق او نقول بس ريال مدريد وبرشلونه في منافسه شرسه. ولو اتلتيكو مدريد كمل على المستوى اللي هو ماشي عليه من قبل كده، اتلتيكو مدريد هيبقى اقرب واحد للقب. انما برشلونه مش احسن حاجه، ريال مدريد برضو مش احسن حاجه، بالرغم ان هو يعني ايه مستواه متذبذب زي برشلونه بالظبط. ولو جينا بصينا على تفاصيل المباراه هنلاقي المباراه دي مش مجرد مباراه، مجرد فصل جديد في صراع الليجا. برشلونه مستغل الارض والجمهور، واتلتيكو جاي بالنفس المنتصره اللي عايز يثبت انه هو مش جاي مش مجرد ضيف. حاسب كده، حاسب كده، مشوني كده بقى عشان هانسي فليك مدرب برشلونه عنده ازمه في اختيار اللي هيعوض غياب لامين يامال. اصيب لامين يامال في الماتش الاخير في اربطه الكاحل، وحال جماهير برشلونه بيسال مين اللي هيملأ فراغ يمين يامال. وجات الصحف الكتالونيه نشرت ان الاقرب للمشاركه هيبقى فران توريس او فيرمين. وعشان نوضح الصوره اكتر، برشلونه في اخر 5 مباريات اداء متذبذب كل شويه. الخساره الاخيره كانت في الدوري، كان خسر بنتيجه 1-0، والكل منتظر من برشلونه الرد القوي في مباراه اتلتيكو مدريد. اما اتلتيكو مدريد فداخل المباراه بنفسيه المنتصر بعد سلسله من الانتصارات الايجابيه. الاهميه هنا بس مش في الفوز بالماتش، لا دي نقطه لو ضاعت هيقلب ترتيب الدوري فوق وتحت. برشلونه عايز يحافظ على الصداره، واتلتيكو مدريد عايز يقلب الطاوله وهو يتصدر هو. اما ريال مدريد فقاعد مستني يشوف النتيجه. سمحت يعني. ايوه
اي حد يسأل عليا انا قاعد على القهوة بره. هينط على فوق ولا هيفضل تحت؟ المنافسه مولعه نار بين الثلاثه، كل واحد نفسه يقعد على الكرسي المركز الاول والصداره. قول لي يا ابني، ايوه الكرسي ده ينقعد عليه ازاي؟ فيها كلام ومحدش عارف مين هيكسب في الاخر. خلينا نتكلم بصراحه، برشلونه مش عايز بس بيدور على الفوز، لا، لكن كمان عايز يثبت للجمهور انه الفريق الاقوى، لان في مشاكل في اخر فتره، فعايز يثبت نفسه ويثبت لجمهوره لا هو برشلونه كويس، بس عادي يعني بيحصل اي فريق وهو قوي زي ما هو. اتلتيكو مدريد من ناحيته عايز يثبت انه مش مجرد منافس، لا، لكن مرشح قوي للفوز باللقب. وعلى فكره اتلتيكو مدريد فعلا هو كده، والماتش ده هيحسم نشوفه هيقدر يكمل على المنافسه ولا لا. هانس فليك عنده صداع جامد جدا في اختيار التشكيله ومين برضه اللي هيعوض يمين يامال. السؤال هنا، هل هنشوف هانس فليك هيغير التشكيله ولا هيعمل ايه في ارضه وسط جمهوره وهو بيلعب فرقه قويه زي اتلتيكو مدريد؟ هيعتمد على نفس الاسلوب؟ على الناحيه الثانيه ديجو سيميوني هو بيعروف انه بيحب المعارك الكبيره. المعركه بالنسبه له هيلعب بنظام التيكي تاكا. هنشوف ماتش فيه شطرنج كروي بين فليك وبين سيميوني. خلينا نسال سؤال، ليه الجمهور هيفضل انه يتفرج على ماتش زي ده؟ الاجابه سهله خالص، احنا بنحب الدراما الكرويه. برشلونه واتلتيكو مدريد بيقدموا لنا فيلم اكشن فيه كل حاجه، جمهور متحمس. وتخيلوا معايا لو الماتش ينتهي بالتعادل، ريال مدريد هيبقى ايه؟ هيبقى عامل زي اللي جاب الدين من ديله، لان ريال مدريد التعادل بالنسبه له هو لصالح ريال مدريد، والمكسب لصالح الفرقه اللي هتكسب وتطلع خلاها في الصداره. ولو اتلتيكو مدريد كسب، خلينا نتوقع السيناريو، لو اتلتيكو مدريد كسب جمهور برشلونه هيقول يا ارض بالشق وبلعيني. ليه يا معلم؟ علشان الخساره بالنسبه لبرشلونه هيبعدوا عن المنافسه، والمنافسه خلي بالكم ان الماتش ده هيحسم المنافسه لفترات جايه، لو الفرق دي فضلت بقى تكسب. انما لو برشلونه اللي كسب، برضه اتلتيكو مدريد هيقول حظهم عجيب، بس احنا لسه في السباق، عشان اتلتيكو مدريد لسه عندها ماتش متاجل، هي برضه هتبقى لسه في السباق. وهقول اخر حاجه، استعدوا يا جماعه المباراه ناريه بين برشلونه واتلتيكو مدريد. الماتش هيبقى يوم السبت الساعه 10 بتوقيت القاهره، وشاركونا توقعاتكم في الكومنتات. ومن هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، والسلام.